تخيل حضرتك كده اما نحس ان في واحد مظلوم ومحبوس واحنا عارفين انه مظلوم. انين الاهالي اللي ولادهم ورا السجون، اللي اتاخدوا بطريقه محتاجه برضو اعاده نظر، ليس اتهاما للداخليه اطلاقا، لكن ده كان اسلوب بيتم العمل بيه خلال الفتره اللي فاتت. انا وانا بتكلم في ده عندي برنامج الرئاسه لتاهيل الشباب للقياده، انه برنامج الرئاسي لتاهيل الشباب في بيان يمد فتره تسليم الاوراق للمتقدمين المقبولين للدفعه الثانيه. البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب للقياده بيعلن عن مد فتره استقبال الاوراق المطلوبه لمده اسبوع اضافي. بدات عمليه تسليم الاوراق للشباب المقبولين والبالغ عددهم 10000 شاب يوم 10 مايو، ومن المفترض ان تنتهي يوم الثلاث 31 مايو، وتفتح مكاتب المديريات ابوابا لاستقبال المتقدمين يعني معنى كده ان انت حضرتك في فكر جواك انه الشباب دول لازم يتم التعامل معاهم باسلوب بقى. انا بكلم رئيس الجمهوريه اهو، سياده الرئيس انت فاتح الملف، افتحه بقى على مصراعيه. سياده الرئيس انت عندك تاهيل للشباب وعندك فكر دي الصور اللي قدام حضراتكم، دي حاجه يعني حاجه محترمه قوي ان انا اعمل حاجه اسمها تاهيل الشباب للقياده. طيب في شباب بتاخد، انا لا اتدخل في عمل القضاء، لكن الامر محتاج اعاده نظر. اقدر تماما المعاناه اللي احنا فيها، اقدر تماما الجهد اللي احنا فيه، اقدر تماما الاسلوب او الضغط اللي علينا من الخارج، لكن اقدر تماما ايضا ان في ناس مظلومه جوه السجون، وخصوصا من الشباب دول. انا اخوك الصغير بقى، ابنك زي ما تعتبرني، لا ابنك دي تبقى كبيره شويه، خلينا اخوك الصغير. انا الفرق بيننا وبين بعض مش كبير يعني يا سياده الرئيس، في السن اقصد. عالج الملف ده والناس اللي حواليك يعالجوه، واي خطوه هتتاخد في هذا الملف هتزيدنا احتراما وتقديرا، ان شاء الله تعالج المساله بالصوره المطلوبه.